حد ملاحظ إن الموبايلات بقى فيها ملل أو التكنولوجيا عمومًا بقت مملة؟ يعني زمان لو ترجع كده بالزمن كنت هتلاقي نوكيا كانت بتعمل البِدَع، كانت فعلًا كل سنة في حاجة غريبة بتحصل، وحتى بعد نوكيا كنت بتلاقي إن كل سنة في تطوُّر فعلًا كبير بيحصل، لكن في الوقت اللي إحنا فيه ده أنا حاسس الموضوع بقى ممل جدًا. كل الشركات بتعمل نفس الحاجة، وكل الموبايلات شبه بعض، وتلاقي إن مثلًا الموبايل اللي نزل 2021 والّا 2020 ما يفرقش كتير عن اللي نزل 2026. طب إيه اللي الشركات بتعمله عشان تحسسك إن أنت المفروض تشتري الجديد، وإمتى تفكر إن أنت تغيّر الموبايل بتاعك؟ فتعالَ نشوف أكبر نصبايا بتتعمل علينا في الوقت الحالي، وإزاي تكون واعي للموضوع ده، وتعرف إمتى فعلًا أنت محتاج تغيّر الموبايل بتاعك. يلا بينا نشوف الموضوع ده، ما تنساش إن أنت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، ويلا بينا. Audio Jungle. من فترة كده كان عندنا ثقافة إن أنت كل سنتين المفروض إنك تغيّر الموبايل بتاعك، لإن أنت كل سنتين غالبًا في خلال السنتين دول بتكون ظهرت تكنولوجيا جديدة أو بيكون ظهر حاجة جديدة فعلًا تخلّيك حابب إن أنت تجرّبها، ظهرت تقنية جديدة تخلّيك حابب إن أنت والله أنا أحب إن حاجة زي كده تكون عندي في الموبايل، ولكن في الوقت الحالي ده ما بقاش موجود. وأثبت لك ده وأقول لك إن سامسونج بنفسها والشركات بتاعة اللي هي بتصنّع تليفونات الأندرويد، طبعًا مش هاجيب سيرة أبل لإن كده هي يعني هو صحيح هي ما بتطوّرش كتير، ولكن هي يعني بعد ما الكل بيكون عمل، هي بتيجي في الآخر بس بتعمل الحاجة صح للأمانة، ولكن مش موضوعنا أبل، أنا باتكلّم على 90% من الموبايلات. هتلاقي إن الشركات دي نفسها اعترفت بشكل غير مباشر. بدليل إن أنت عندك شركة مثلًا زي سامسونج هي بقت بتدعم الأجهزة بتاعتها كتحديثات لمدة 7 سنين. ده معناه إيه؟ ده معناه إن أصلًا إحنا وصلنا لمرحلة إن ما فيش تطوير زيادة ممكن يحصل، أو السرعة اللي كنا ماشيين بيها في التطوير بدأت إن هي تبطأ كتير. فعشان كده الSoftware الجديد اللي هينزل هو ما فيش حاجة أصلًا أعلى من اللي موجودة حاليًا في الفترة اللي جاية عشان تخلّيني ما أقدرش إن أنا أحدّث الموبايل بتاعك. أنا عارف أنت ممكن تكون مش فاهمني، ولكن أنا لو معايا موبايل وليكن إصدار 2023 جيت 2024 بقى في تحسُّن في البروسيسور مثلًا بنسبة 5%، جيت السنة اللي وراها تحسُّن بنسبة 2%، 3% وهكذا. هتلاقي نَفْسك إن أنت الsoftware بتاع 2026 هو يشتغل عادي بكفاءة على 2023 ليه؟ لإن التليفون نَفْسه ما حصلش فيه الطفرة أو النطّة القفزة اللي بتحصل في المواصفات وبتحصل في التقنية نَفْسها بتاعة التليفون تخلّيك مش قادر تشغّل الsoftware بتاع النهارده. فعشان كده بقى في option عادي إن أنت التليفون بتاعك يدعم تحديثات لحد 7 سنين، زمان ده ما كانش موجود، زمان كنت بتقعد سنتين وشكرًا، بعد كده التليفون بتاعك يعني تروح ترميه بقى تبيعه وتعمل اللي أنت عايز تعمله فيه. فطبعًا الشركات لقت إن ما فيش حاجة تخلّيك عايز تتحرّك تشتري تليفون، طب إحنا بقى يعني نشجّعك إزاي إن أنت تشتري، إحنا دلوقتي لا عارفين نعمل قفزة في الأجهزة بتاعتنا ولا عارفين نضيف جديد، كل سنة يقول لك الكاميرا أصلها زادت فتحة العدسة بتاعتها بقت أوسع، زادت ميجا بكسل، إحنا زوّدنا الزوم، إحنا عملنا مش عارف إيه. ماشي، أنا كمستخدم مش هاستخدم الحاجات دي، يعني مثلًا ال100 إكس زوم على فكرة أنا موبايلي S26 Ultra من سامسونج، ال100 إكس زوم اللي موجودة فيها دي أنا ولا استخدمتها ولا يعني يمكن أول ما فتحت الموبايل كده اللي هو بالعب، عارف اللي هو باجرّب اللي هم عملوه، لكن هل أنت في حياتك اليومية هتستخدم الكلام ده؟ أكيد لأ، فهي كلّها بتبقى أرقام لمجرد إن هو يقول لك والله إحنا عملنا حاجة جديدة. عشان بس أنت إيه، هو أنا ممكن أفكّر في التليفون ده، وعايز أقول لك إن أنت تبقى يعني مقتنع إن والله لأ الميزة دي حلوة أنا هابقى باستخدمها، وعايز أقول لك أنت لا هتستخدمها ولا هتعمل بيها حاجة. الشركات اتكلّمت ياما في الكاميرات، وخلاص طوّرنا في الكاميرات لحد ما زهقنا ولقينا إن يعني وبعدين؟ قال لك بس إحنا نحشر لهم الAI في كل حاجة، مش هو موضة السنة، مش هو الtrend بتاع اليومين دول، إحنا نحشره في كل حاجة. فتلاقي أي تليفون بينزل من أي شركة حتى لو أم محمد فتحت شركة أول امبارح هتقول لك التليفون شغال بالAI. بيعمل إيه يعني ما أعرفش، بس هو في AI أيوه يعني أعمل بيه إيه؟ ما هو كده، يعني فاهم الفكرة؟ لمجرد إن أنت تقول ده التليفون ده ذكي، التليفون ده بيفهمني، التليفون ده فيه AI فتبتدي أنت تقول ده أنا عايز أجرّب المميزات الجديدة، ده التليفون ده أذكى من إخواته، التليفون ده فيه AI وبتاع، وهو كلها زي بعضها يعني فاهم الفكرة؟ هي كلها في النهاية معتمدة على Gemini وإحنا فاهمين ده، بس يعني عارف
اقدر ان انا استخدم المصطلحات دي في التسويق عشان خاطر اقنعك ان انت محتاج تغير التليفون بتاعك. زي بالظبط كده اما يجي يقول لك كرسي جيمنج، ايوه يعني ايه كرسي جيمنج؟ يعني عم بي ايه؟ ما هو كرسي. ولا اللي يجي يقول لك مثلا الكمبيوتر ده او الكيسه دي جيمنج، ايوه ما هو نفس البروسيسور نفس الرام ونفس ايه جيم زادت يعني في التردد الرام مثلا حاجه ولا الهوا؟ فهي نفس الفكره. يجي يقول لك التليفون ده فيه اي اي، ما كل التليفونات فيها اي اي دلوقتي، حتى لو ما فيهاش هفتح جيميناي واتعامل. فهي مش قصه. فدي كلها خدع تسويقيه عشان يقنعك ان انت فايتك حاجه. فمن الاخر كده، عشان تبقى يعني عامل حسابك التليفون بتاعك يقعد معاك 3 4 سنين مرتاح، ده لو انت جايب فئه متوسطه او فئه اقتصاديه. طب لو انت جايب تليفون فئه عاليه فخليه معاك لحد ما هي الشركه نفسها تقول لك خلاص احنا بطلنا نحدثه، ساعتها ممكن تفكر تبيعه، وحتى لو شغال معاك تمام عادي. طب اشمعنى؟ لان الفئه العاليه بتكون جايه ببروسيسور افضل طبعا، يقدر ان هو يتحمل معاك فتره اطول. ومش قصدي يتحمل معاك بمعنى ان التاني هيبوظ، لا، انا اقصد يتحمل معاك يعني يفضل يديك اداء كويس لمده طويله. فلو افترضنا مثلا ان احنا معانا موديل السنه وليكن الاس 26 الترا مثلا، فانا كمان 5 سنين ولا 6 سنين هيبقى مواصفاته او البروسيسور وقتها، بروسيسور والرام والعتاد بتاعه يعني هو اكنه بيساوي موبايل فئه متوسطه وقتها. وتشيز حاجه حلوه برضو، يعني اللي هو التليفون هيكون شغال برضو اكنك شاري موبايل فئه متوسطه جديد في سنتها. ففكره ان انت تغير الموبايل بتاعك لو فئه عاليه غيره كل 5 سنين ولا حاجه، لو فئه 5 6 7 سنين، لو فئه اقتصاديه او متوسطه غيره كل 3 4 سنين. طيب امتى تغيره؟ الكلام اللي قلته من شويه اللي هو بتاع لو فئه متوسطه واقتصاديه تغيرها كل 3 4 سنين، ولو فئه عاليه تغيرها كل 5 6 سنين 7 سنين، ده مش قاعده ثابته ومش قاعده عامه، ولكن الموضوع بيتوقف على استخدامك. بمعنى انت واحد بتستخدم الموبايل كسوشيال ميديا وريلز وواتساب وانتهينا على كده، يقعد معاك الموبايل لحد ما يقول لك خلاص شكرا، عادي ما يجراش حاجه. لان خلي بالك انت لما تجيب موبايل جديد هو يعني ما فيش حاجه هتحسها جديده في الزمن اللي احنا فيه ده، ما فيش حاجه هتحسها جديده، هو نفس الجهاز عادي. طيب لو انت واحد بقى بتستخدم الموبايل بتاعك في صناعه محتوى، انت واحد بتصور فيديوهات مثلا، انت واحد بتشتغل من على الموبايل بتاعك، فهنا لا، هنا بالنسبه لك الموبايل هو معده انتاجيه، هنا هو مكنه بتجيب لك فلوس. ففي الحاله دي لا، كل ما توفر معاك ان انت تطور الموبايل بتاعك ساعتها هقول لك طوره، وهقول لك اطلع للفئه العليا. يعني الناس اللي بتستخدم الموبايل في السوشيال ميديا والاستخدام العادي اللي هو حال 95% من الناس، انت مش محتاج اصلا ان انت تجيب لا فئه عاليه، ولا محتاج تجيب تليفون ب 60 70 الف جنيه، ولا محتاج اي حاجه من الحاجات دي خالص. انت محتاج تليفون عادي مفيهوش اي حاجه، ومش هيفوتك حاجه. يعني انت يعني مش هتفرق معاك كتير ان انت ماسك موبايل ب 20,000 او ان انت ماسك موبايل ب 80,000، مش هتفرق معاك في اي حاجه. اما لو انت واحد بتشتغل من على الموبايل، بتعمل محتوى من على الموبايل، لا هنا هتفرق. هنا انا هقول لك روح استثمر في الموبايل اللي معاك واشتري تليفون فلاج شيب، اشتري تليفون فئه عاليه. هنا هيفرق معاك في الاداء، وهيفرق معاك في الكواليتي كمان بتاع المحتوى بتاعك، وهيفرق معاك في كل حاجه. فلو انت واحد بيستغل الموبايل في شغل، مالكش دعوه باللي احنا بنقوله. الموبايل يقعد معاك سنه سنتين تمام، بدات تحس ان هو خلاص كده كفايه عليه، بيعه وهات واحد تاني. لان هنا انت بتستثمر في حاجه هي بتجيب لك عائد في النهايه. طيب امتى بقى تغير التليفون بتاعك حالا؟ يعني احنا اتكلمنا عن الموبايلات اللي نزلت السنه دي والسنه اواخر السنه اللي فاتت. الموبايلات دي من سامسونج مثلا قالت لك احنا بندعم التليفون كتحديثات لمده 7 سنين، وشركات تانية قالت لك احنا بندعم تحديثات امنيه 3 سنين، واللي يقول لك 5 سنين. كل ده جميل. امتى حالا تنزل تغير الموبايل بتاعك؟ اول نقطه، لو التليفون بطل يجيله تحديثات امنيه. انا عايز اقول لك كان معايا سامسونج نوت 10، طبعا التليفون يعني من زمن، ولكن كان شغال معايا لحد يعني وقت قريب. كنت بستخدمه كتليفون ثانوي، اللي هو انا التليفون الاساسي بتاعي كان الايفون 15 برو، وده اللي هو تليفون عارف اللي هو بحط عليه مثلا مواعيدي، بظبط برد على الايميلات، الكلام اللي زي ده. ولكن التليفون الاساسي بتاعي كان اللي هو وقتها كان اللي هو الموديل بتاع السنه، تمام مفيش مشكله. طيب التليفون ده ايه اللي خلاني بقى خلاص ما افكرش حتى ان انا استخدمه استخدام ثانوي؟ ان وقف عنه تحديثات الامان. في الحاله دي لا، انت هنا عارف مفيش اي امان ان انت تستخدمه. انت ممكن لو حاطط عليه مثلا تطبيقات البنوك ولا اي حاجه، فاي ثغره جديده بتحصل في الاندرويد انت مفيش حد يسدها وراك.
ففي الحالة دي لأ، هنا أنا هاقول لك غيّر موبايلك، لإن تطبيقات البنوك أو الحسابات بتاعتك على السوشيال ميديا، خصوصًا لو أنت حد بيشتغل على السوشيال ميديا، فأظن كلنا بنشتغل على السوشيال ميديا دلوقتي، يعني حتى لو أنت عندك محل بقالة أكيد هتسوّق على الفيسبوك مثلًا، فكلنا بنستخدم الحسابات دي، فكل واحد فينا الحسابات بتاعته مهمة أكيد، فبلاش إن أنت تغامر ولو حتى 1% بالحسابات بتاعتك. أول ما تلاقي الموبايل بتاعك وقف عنه التحديثات، وأنا أقصد هنا تحديثات الأمان مش تحديثات النظام نفسه، لازم تغيّره. تاني سبب يخلّيك تنزل تغيّر الموبايل بتاعك حالًا وهو البطارية، وأنا ما أقصدش هنا البطارية بمعنى كلمة إن البطارية أنت هتروح تغيّرها ب1000 جنيه مثلًا، لأ، لو البطارية هتروح تغيّرها روح غيّرها عادي، ولكن في ساعات مشكلة بتحصل في التليفون إن التليفون نفسه بيبتدي هو اللي يسرّب شحن، مش البطارية اللي بايظة، بمعنى إن البوردة نفسها أو الدايرة الكهربائية نفسها خلاص هي بدأت إن هي تتهلك، هي خلاص، فبتلاقي إن أنت حتى لو غيّرت البطارية بتاعتك إن still البطارية مش حلوة، still البطارية أدائها مش كويس، وبتلاقي إن الموضوع ده بيأثّر على البروسيسور، لإن البروسيسور مش واخد الطاقة الكافية بتاعته، فهتلاقي إن التليفون نفسه أداؤه قَل، ولكن السبب في كل ده هو البطارية. وهتيجي تغيّر البطارية هتكتشف إن لأ، المشكلة كانت في البوردة. طب هتقول لي يا عم أحمد أنا أعرف منين إن المشكلة في البوردة والّا في البطارية؟ التليفون بتاعك لو فجأة لقيت إن البطارية بقت يعني بتخلص بسرعة، لقيته إنه بيهنِّج بشكل مش منطقي، هنا في احتمال كبير إن تكون البوردة نفسها أو التليفون نفسه بيسرّب شحن. طيب لو أنت التليفون بتاعك هو بينزل أو معدل البطارية بتاعته بتنزل بشكل منطقي، وأنا هنا ما أقصدش معدل البطارية اللي هو كام في المِيّة لأ، أنا أقصد بمعنى إن التليفون أنت كنت أول ما جِبته كان بيقعد معاك يوم ونُص على الشحنة، بعد كده بقى بيقعد يوم، بعد كده بقى بيقعد نُص يوم، هتلاقيه بدأ يقعد معاك النُص يوم دي، روح غيّر البطارية ما تستناش عليها. يعني أنت بعد ما التليفون يقعد معاك مثلًا 500 شحنة والّا حاجة هتقول لي: "هو أنا أعرفها منين دي؟" هاقول لك يا سيدي أنت بتشحنه مرّة في اليوم مثلًا، بعد سنة ونُص، سنتين روح غيّر البطارية. ده عشان يفضل التليفون معاك شغال كويس. طيب إمتى بقى تغيّر التليفون كلّه؟ زي ما باقول لك كده، لو لقيت إن التليفون نفسه هو فجأة بقى بيسرّب شحن، يعني هو فجأة ما خلاص، يعني قبل ما يعدّي عليك سَنة ونُص مثلًا لقيته فجأة خلاص هو بيوقّع شحن، هنا ممكن يكون في عيب في البطارية فعلًا، ولكن بنسبة كبيرة هيكون في مشكلة في البوردة نفسها. طيب لقيت مثلًا إن أنت بعد ما غيّرت البطارية برضه، وطبعًا هنا دي بتزعّل أوي، اللي هو أنت دفعت فلوس البطارية خلاص، ولكن أنت بعد ما غيّرت البطارية ملاحظ إن الأداء هو. وهي دي فعلًا الحاجة اللي تقول لك إن البوردة بتاعة التليفون بتسرّب شحن، لمّا تغيّر البطارية وتلاقي نفْسك أكنّك ما عملتش حاجة، إن تغيير البطارية زي عدم تغييرها، اللي هو نفْس الأداء هو، والبطارية برضه لسه بتخلص بسرعة، وده طبيعي هيحصل بعد ما التليفون يقعد معاك مثلًا 4 سنين والّا حاجة، هتلاقي التليفون برضه بعد 4 سنين كده بدأ اللي هو مهما تغيّر له بطارية هو برضه ما فيش فايدة، ففي الحالة دي زي ما قُلت لك كده ممكن تبتدي تغيّره بعد 3، 4 سنين. تالت نقطة تخلّيك تغيّر التليفون بتاعك حالًا لو لا قدّر الله حصل فيه أي تلف، ولقيت إن تكلفة الصيانة دي نُص تَمَن التليفون، مش هاقول لك بتَمَن التليفون لإن بتَمَن التليفون منطقي جدًا وبديهي إن أنت هتروح تغيّره، ولكن لو لقيت مثلًا التليفون سعره 10.000 جنيه وتكلفة الصيانة بتاعته 5، 6000 جنيه، لأ هنا أنا أنصحك إن أنت تروح تغيّره. طب ليه أنصحك إن أنت تروح تغيّره؟ لإن بعد ما هتعمل له صيانة هو عمره ما هيرجع زي الأول. يعني دي قاعدة كده حُطّها في دماغك، أنت أي حاجة هيتعمل لها صيانة هي كانت مقفولة من مصنعها، مش هترجع زي ما كانت، ولو هتروح تصلّحها في التوكيل فأنت هتلاقي إن أنت قرّبت من تَمَن التليفون جديد، فأي مشكلة هتلاقيها حصلت في التليفون صيانتها هتاخد حوالي 50، 60 وأنت طالع بقى في المِيّة من تَمَن الجهاز، لأ، خلّي الجهاز وروح بيعه على عيبه كده وروح اشتري واحد جديد أحسن. طيب الفيديو ده أنا عامله ليه؟ الفيديو ده أنا عامله عشان يعني ما تنجرفش ورا المصطلحات التسويقية اللي الشركات بتستخدمها ويقول لك AI وبتنجان وإحنا التليفون ده إحنا طوّرنا فيه مش عارف إيه عن السنة اللي فاتت، كُلّه بلح يا باشا وإحنا من 2000 مثلًا 22، 23 وما فيش أي تطوّر في أي حاجة. فالتليفون يقعد معاك زي ما يقعد لحد ما يقول لك سلام عليكم، ساعتها روح غيّر التليفون. سيبك بقى من الهبد بتاع الشركات ده واقعد بالتليفون بتاعك وحافظ على فلوسك، ما تقعدش كل سنة تغيّر لي الموبايل بتاعك. أتمنى يكون الفيديو فادك بأي حاجة، ولو استفدت أي حاجة ما تنساش إن أنت تسيب لي كومنت، ما تنساش إن أنت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. أشوفك الفيديو اللي جاي. سلام.